حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة رابع نوع نواعم من نواعم العيد البيتيفور. شايفين ده يبدأ وبان يا جماعة. تعالوا ما نشوف عملنا القمر والجمال ده ازاي. احنا طبعا بصوا يا جماعة، ركزوا معايا شوية. مبدئيا البيتيفور بيتعمل بزبدة. هي طريقته كده بتتعمل بزبدة. تمام، عايزة تعملي بسمنة براحتك. عايزه تعملي بميكس زبده على سمنه على سمنه زي ما انا عملت كده. يعني انا حاطه الكوبايه اللي انا ماسكاها ديت ربع كيلو سمنه. ماشي. وحاطه الطاجن اللي هعجن فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. كوبايتين زبده فرن. ماشي. طبعا انا حطاه في المطبخ بدرجه حراره المطبخ. فهي كانت يعني ناعمه معايا وعايرتها الحمد لله. يعني نزلت ابني في المحل اللي تحتنا. عمل وزن الحاجات دي. يعني الكيلو الدقيق بيحتاج 750 جرام سمنة أو زبدة أو سمنة أو ميكس الاتنين على بعض. ماشي، ركزوا معايا. كيلو الدقيق متعدد الاستخدامات أو كحك وبسكوت براحتك، أي سايب أي نوع دقيق هتشتغلي بيه النهاردة. وبيحتاج كيلو الدقيق بيحتاج 750 جرام زبدة أو سمنة أو ميكس الاتنين على بعض. أو يعني كيلو إلا ربع. تمام، كيلو إلا ربع مادة دهنية. ماشي يا جماعة. وبيحتاج 300 جرام سكر بودر. طبعا لازم بودر اعملها في البيت بقى، ضرباه في البيت، لا طحناه في البيت، طحنيه حلو قوي 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 يبقى ناعم قوي. او جايباه من المستلزمات الحلواني براحتك، بس لازم سكر بودر. ماشي، ولازم يتنخل. تمام. يبقى كل كيلو دقيق، طبعا دقيق متعدد الاستخدام منخول، وعليها رشة ملح بس. لا هنحط لا بيكنج باودر ولا اي حاجة ولا مادة رافعة ولا اي حاجة. والكيلو بيحتاج مادة دهنية. بيحتاج كيلو الا ربع مادة دهنية. تمام. انا حطيت نص كيلو زبدة فرن. عايزة تعملي بأي زبدة عندك براحتك. وحطيت ربع كيلو سمنة. عندي سمنة جنة، يعني مش إعلان والله، بس يعني بقول لكم على اللي أنا بستخدمه. وحطيت 300 جرام سكر. بمعادل مثلا كوبايتين سكر بودر. تمام، لازم يتنخل يا جماعة، لازم، لأن لأن احنا مش هنحط سوائل خالص. فهو لو السكر فيه تكتلات، مفيش حاجة سايلة ان هو يدوب فيها. ماشي. فلازم تدخليه علشان ما ينزلش فيها اي تكتلات. انخليه كده حلو. وانزلي عليه، يعني على الخليط اللي احنا عملناه ده، اللي احنا يعني قلبنا بس كده السمنه مع الزبده كده مع بعض. او لو زبده بس قلبها كده بس تريح معاكي. وبعدين انزلي بالسكر البودر. انخليه طبعا كده زي ما انت شايفه. ومعنا 4 بيضات برضو بدرجة حرارة المطبخ. كل حاجة النهاردة هنشتغل فيها بدرجة حرارة المطبخ. الا مثلا السمنه لو سايحه. طبعا طبعا يا جماعه، الجو لو حر. مبدئيا كده الجو لو حر، الماده الدهنيه دي بتحطها في التلاجة شويه. اذا كان زبده اذا كان سمنه، لازم الماده الدهنيه تتحط في التلاجة شويه. بما ان الجو ساقعه، فانا يعني عملت بدرجه حراره المطبخ. ماشي. وقلبي بقى كده، يعني يعني خلي السكر مع الزبدة كده يختفي خالص. والسكر تحس انه خلاص مفيش يعني مش باين خالص. طبعا هو ناعم. فالحمد لله، يعني مش هيبقى مقرقش ولا حاجة. ماشي. قلبي بقى براحتك بقى، اضربي ضرب مبرح انت فاهمة. اتمنى الاشتراك في القناة يا جماعة، بالله عليكم لو استفدتم اشتركوا في القناة. ماشي. قلبي بقى كده، قلبي لغاية ما القوام يعني شوفوا اصفر ازاي. لا احنا عايزين الاصفر ده هيفتح بس سيكة كده، مش طبعا مش هيبقى ابيض. لا. خلي السكر كله يختفى كده. واي حاجة طلعت على الحروف نزليها. طبعا انا بقطع في الفيديو يا جماعة، بقطع في الفيديو. طبعا انا قعدت في المرحلة دي حبة حلوين. ماشي. في الجنب التاني طبعا احنا ناخلين الدقيق وعليها رشة ملح وحاطينه في جنب. ماشي. اضربي كده بقى براحتك، اضربي. اضربي كده، افتكر اي حد متغاظة منه واقعدي بقى اضربي 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 كده. ماشي. وطبعا يا جماعة، علشان اللي بتفرية تبقى ناعمة معاكي، تبقى دايبة. عايزة تعملي بصفار بس. يعني ال4 بيضات اللي احنا هنحتاجهم، او شوفوا احنا شايلين بياض بطين.
ركزي معايا، احنا واخدين بيضتين كاملين وصفرتين، شايلين بيضتين البياض بتوع بيضتين، ماشي، علشان خاطر يبقى يعني تعرفي تمسكي البتوفرايه. وحط بيضه بيضه كده، ونزلنا طبعا باتنين باكت فانيليا، يعني وزنهم الاتنين 4 جرام، مش كتير. طبعا فانيليا بودر مش سايلة، احنا مش هنحط سوائل خالص يا جماعة. وكل بيضة كده ما نحطها، يعني نحط بيضة بيضة، كل ما تختفى نحط التانية، كل ما تختفى نحط التانية. شوف بقى القوام بقى عامل ازاي، واللون افتح وبيرد ازاي، ماشي. احنا حطينا، لو انت حطيتي صفار بس هتبقى البتوفرايه ما انتش قادره، مش عارفه تمسكيها، مش هتعرفي تتحكمي فيها. فاعملي الميكس ده، حطي بيضتين كاملين وعليهم، عايزه برضو تحطي ال4 بيضات كاملين، يعني ما تشيليش بياض ولا اي حاجه، هتبقى ايه ماسكه نفسها معاكي، هتبقى ناشفه شويه. لا، احنا خلينا نمسك العصايه من النص، تمام. هنحط بيضتين كاملين وهناخد يعني صفارتين بتوع بيضتين، يعني هنشيل البياض بتاعهم. يعني هناخد 4 صفارات وبياض بيضتين، ماشي. هننزل بقى بالدقيق على 3 دفعات، يعني ننزل بقى بايدينا كده، بحيث ايه ما نطلعش الهواء بالراحه كده. انا طبعا بسرع، انتم مفكرين ان انا بقعد اعمل بعمل يعني بعجن جامد، لا، ده بصوابع ايدك كده. ولما الدقيق يختفى، حط بقية الدقيق، شايفة لما تيجي تعملي كده مش هتبصم في ايدك، ماشي، مش بتلزق ولا حاجة. هنحطها في التلاجة طبعا يا جماعة. نجاح اذا كان الغريبة ولا البيتفور بيبقى ان هما بتبقى في التلاجة. بعد ما تعجني بتسيبها في التلاجة. انا بصوا، انا سايباها في التلاجة اصلا في الوضع ده. بقوم جايبة القطع حطها في القمع بتاع في قمع الحلواني، بحط القطعة في القمع وبشكلها. خلاص اقوم واخدة برضو من التلاجة، ما بطلعهاش، تمام. والواحدة لو عملت واحدة ومش عاجباكي بتشيليها عادي وبترجعها في القمع تاني وبتشكليها عادي تاني، ماشي. ما فيش حاجة بتقف علينا، بسم الله ما شاء الله. هتاكلوا النهاردة حبة بيتفور، والله يعني الكيلو ابو 300 جنيه ما بقاش كده، ما شاء الله. ذوبان وريحة وطعم، والسكر بتاعه مظبوط، تحفة جدا جدا. وحاجة انت عاملاها في البيت ومفرحة عيالك، حلوة قوي قوي قوي، جميلة، بسم الله ما شاء الله. جربوا الوصفات دي انت رايحة هتجيبي كيلو من بره؟ انت هتجيبي كيلو من بره؟ انت هتروحي تجيبي كيلو بتفور اهو من بره؟ لا، هاتي الخامات واعملي الكيلو ده، والله هيطلع معاكي 2 كيلو. والله من غير يعني، انا بقول لك بحلف لك، تمام، هيطلع معاكي 2 كيلو. طبعا انت هتجيبي شوكولاتة وهتزيني، فالحاجات دي برضو بتتحط، الكيلو بيفرط معاكي 2 كيلو. والله انا لو عندي ميزان في البيت كنت وزنتلك النص كيلو قد ايه، او كيلو قد ايه، او هم مطلعين اصلا الكيلو مطلع قد ايه معايا بتفور، ماشي. دي اول صاج، طبعا بنسخن الفرن، حطينا ده تاني صاج او تالت صاج كمان. حط صينيه، ده حطيناهم في الفرن طبعا. والنص بقيت طبعا انا قسمت، شلت حبه عجين ابيض بالفانيليا، وقمت نازله بمعلقه سمنه كده في جنب، مدوباها كده. ورحت نازله ايه عشان نعمل حبه بالكاكاو. نزلنا بحبه كاكاو خام، طبعا يكون نوعه نضيف يا جماعه. انا حاطه كاكاو اسباني طبعا حلو جدا. اللون ده طبعا ما عجبنيش، حطيت كمان معلقتين، لازم يتنخل لان الكاكاو بيبقى فيه تكتلات كده، لازم تنخليها، تمام. اللون ده حلو وطعمها حلو، يعني هو ده اللون مظبوط وعجبني، ماشي. برضه هنسيبها ما بتبصنش برضه في ايدك كده وما بتلزقش، خلاص تبقى كده تمام، ماشي. هنكمل بقى الفانيليا معانا. التشكيل بقى ده متعة، يعني انت فاهمة، حلو قوي. هنعمل بقى ايه، هنحط او ده اول صينية طلعت من الفرن اهي. حاسة انها فرشة سيكة كده، بس حلوة. شايفين التسوية يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. طبعا الصينية بردت، مش هتقل عليها واقوم شايلة وشادة وتتكسر مني، لا، الصينية تبرد معاكي خالص، تقومي مش شايلها بقى من الصينية ومظبطة دنيتك. ده انا جبت صاج تاني كده، عملت كام واحدة مطولين كده بنفس البلبلة، ماشي.
اهو ده الصاج الاولاني، هنرصه بس كده مع بعض. ده يبدو يا جماعة، والله ما شاء الله. يعني انا بفكر بقول انا لو كنت عملت بصفار كله مش هتتمسك، انا مش عارفة امسكها. تخيلوا. يعني انا لو معمولة بصفار بس مش هتعرفي تمسكيها، ما بالك دي فيها بطين، يعني فيها الاربع صفارات وعليهم اتنين بياض بطين. شايفة مش عارفة امسكها، مش قادرة يعني مش مستحملة ايدي، شايفة الذوبان. والطعم خطير يا جماعة، لا تقولي لي بسكوت بقى ولا دايبة دوب كده، دايبة ما شاء الله. طبعا اللي مشبحين دول ايه، القمع بيبقى فيه حبة كده في اخره، حبة صغيرين كده ابيض. إيه، وهتحطي عليها مثلا البني، فبيبقى ايه، إيه بيبقى مشبحين شوية بس حلوين تمام. إيه ماشي يا جماعة. انا طبعا مش حاطة هنا ابيض ليه في الصج الصينية بتاع البني ده، الشوكولاتة ديت، لان انا حاسبة طبعا درجة الحرارة زي ما هي على نار هادية. انا الفرن بتاعي حامي، فعاملاه على نار هادية في نص الفرن على الشبكة. تمام. انت شوفي برضو البوتاجاز عندك عالي ولا واطي، ظبطي الدنيا كده. وطبعا انت هتعملي في الاول هتعملي الفانيليا، فهتشوفي دنيتك فيها ايه، لان الفانيليا هو اللي بيبان في التسوية اكتر من طبعا الكاكاو ده. يعني تخيلوا شوفوا هو كده ايه، هو كده اهو كده استوى، يعني ما بيبانش فيه ان هو استوى. ماشي. فانا مش حاطه فانيليا عليه ليه؟ معاه ليه؟ ممكن اعمل واحده كده في الجنب ولا بتاع، لان انا حاسبه الوقت، حاسبه الوقت بتاعي لما حطيت الفانيليا الابيض في الفرن اللي هو الفانيليا. حاسبه 10 دقايق. ماشي. فانا خلاص انا ما بلعبش في النار، ولا بوطي ولا بعلي ولا بعمل حاجه، النار ثابته. وبقوم حاسبه 10 دقايق، فخلاص هو كده الكاكاو استوى. اللي بالكاكاو استوى. طبعا هنزين بقى باي طريقه انت عجباكي. طبعا لازم اما تيجي تزيني تفرشي ورقه زبده كده، او يعني اللي هو ستريتش راب، او كيس فريزر. لازم ما تعمليش في صينيه، ما تحط مش تشكلي وتزيني وتقوم حاطه في صينيه. لا، شايفين الكيلو فرط معانا قد ايه يا جماعه؟ اللي, اللي هو مشكل ده الصينيه اللي مشكله فانيليا مع شوكولاته، وطبق كمان متشكل محطوط فيه شوكولاته، والطبق اللي جنبه اكبر محطوط فيه فانيليا. يعني بسم الله ما شاء الله. الكيلو فرط معانا كميه، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مش هشكل الكميه كلها الوقت، لسه 4 ايام على العيد، كل سنه وانتم طيبين. فانا هعمل بس ايه، يعني طبق حلو كده يجيله، هيعمل له يجي كيلو بعد ما يعني ما اعمله كده واشيله. بسم الله ما شاء الله، هيعمل له يجي كيلو بعد ما ازينه وكل حاجه، علشان ده يتاكل. اكمن الباقي دول هسيبهم ساده كده، وهبقى ايه قبل يوم ان شاء الله، يوم الوقفه ولا حاجه. إيه هيكون بقى التاني ان شاء الله بالف هنا خلص. يعني هو كده اصلا انتوا شايفين الكميه دي، انا واحنا كلنا شويه، يعني احنا اللي كان بيستوى كنا بنقعد ناكل، كلنا يجي ربع كيلو، انتوا فاهمين. إيه حلو قوي يا جماعه ودايبه جدا. إيه جربوا الكلام ده. اعملي بقى باي طريقه تزيين دي، بتسهل عليكي شويه ان انت تحطي، تقلبي الواحدة كده وتقومي نازلة بالشوكولاتة، طبعا مسيحينها. قالب شوكولاتة جايبينه ومسيحينه على في حمام مية سخنة طبعا. طب بس ما بتخليش البولة اللي فيها الشوكولاتة تلمس المية. ماشي، خليها مرفوعة عن المية. ماشي. هاتي بقى فستق كداب، هاتي جوز هند، هاتي فورماسيل الوان، فورماسيل شوكولاته، شوكليت شيبس، اي حاجه، اي تزيين انت عايزاه. طبعا انا ما جبتش شوكولاته بيضه، ما بنحبهاش. قلت لي يعني نجيب شوكولاته بيضه، قالوا لا هي تكلفه وخلاص، ما تجيبهاش، هي مش هتتاكل. ماشي. فالشوكولاته البيضه يا جماعه الصراحه بتدي شكل حلو قوي قوي. يعني لما تعملي بشوكولاته بيضه تسيحيها، وتقومي حاطه فورماسيل مثلا شوكولاته او شوكولاته شيبس، بتبقى شكلها حلو قوي. ولو حطيت برضه فستق كداب يبقى حلو. فستق كداب بقى صادق يعني براحتكم، يعني اللي مقدرتك هاتيه واعمليه واشتغلي بيه، مفيش حاجه هتقف علينا. شكلي بقى كده، ولازم على ورق زبده. لو حطيتي في صينيه هينشف على الصينيه، هتيجي تشديها، يا اما البتفرايه لان هي ما شاء الله دايبه وحلوه هتتكسر منك، يا اما الشوكولاته اللي من ناحيه الصينيه من تحت، هتيجي ترفعيها هتلاقي الشوكولاته سبتت في قلب الصينيه وطلعت البتاعه فاضيه البتفرايه. فلازم ورق الزبده كده، او الاسترتش، او كيس حلاوه، كيس اللي هو الفريزر، يعني اي حاجه.
اي حاجه غير ان انت تحطها في صينيه او في صاج او كده. ماشي، وتسيبهم بقى كده ايه ينشفهم على الورق الزبده، وبعدين تقدميه. لسه ما اشتركتش؟ بجد بالله عليك هزعل منك. لو استفدت وشايفه ان الفيديو عجبك واستفدتي، ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهل جزاء الاحسان الا الاحسان، فانا احسنت اليكي وفدتك. فلو سمحتي يعني اتمنى ان انت تفيديني برضو. الاشتراك في القناه يا جماعه وتفعيل زر الجرس اهم حاجه علشان يوصل لكم كل جديد انا هعمله. وزوروا صفحتي كده فيها وصفات حلوه قوي 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 هتعجبكم، ووصفات اقتصاديه برضو حلوه قوي. وبالهنا والشفا للجميع يا جماعة. ولو الفيديو عجبك اعجاب كده بالفيديو، وشكلي بقى زي ما انت عايزة اي نوع تشكيل شكلي براحتك. طبعا انا فصلت معاكم طبعا وكملت، عملت الحبة دول ماشي علشان خاطر ايه ما زودش وطبعا ما جبتش مربى يا جماعة علشان خاطر المربى هضطر البتفور مني، ما جبتش مربى. شايفين الجمال يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. الطبق عامل، وشايفة لسه ده اتبقى كمان. ماشي. طبق شايفة الدوبان؟ شايفين الدوبان بالله عليكم في كده؟ والريحة خطيرة والطعم أجمل. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، اللهم بارك. اللهم بارك يا جماعة، اللهم بارك، اللهم بارك. كل سنة وانتم طيبين. ونواعم العيد كلها هي يا جماعة اللي عملناها، من الكحك للبسكوت للغريبة للبيتفور، بألف هنا وشفا. النتيجة يعني راضياني جدا. وما شاء الله مبسوطة منها قوي. وبحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين ومبسوطين ومتهانيين في وسط حبايبكم يا رب. وبحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.